السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم غادي نهضروا على واحد السيدة عظيمة في التاريخ ديال الإسلام. خليكم معايا باش تعرفوا أكثر على سيرة امرأة كانت مثال في الصبر والحياء والقوة. فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والملقبة كذلك بأم أبيها. فاطمة الزهراء هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأم ديالها اللي هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول امرأة آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام ووقفت معه. زادت السيدة فاطمة الزهراء في مكة، وتيقولوا قبل البعثة بشوية ولا بعدها بشوية. كانت أصغر البنات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. عندها الأخوات ديالها اللي هما السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم، وكان عندها كذلك إخوة ذكور اللي هما القاسم وعبد الله، ولكن توفوا وهما صغار. وبقات السيدة فاطمة الزهراء آخر البنات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللي عاشوا معاه. ومنين كانت صغيرة كانت عايشة وسط أحداث صعيبة، حيث الدعوة للإسلام كانت في البدايات ديالها، وقريش كانت كتأذي النبي عليه الصلاة والسلام بزاف. السيدة فاطمة الزهراء كانت كتسمع وكتشوف هاد الشي كامل وهي طفلة، ولكن تربات على الصبر والقوة، وكانت قريبة بزاف للرسول عليه الصلاة والسلام، كيحبها حتى هو حب كبير. كان منين كيدخل عليها كيقوم ليها وكيبوس ليها راسها وكيجلسها في بلاصتو، وكانوا الناس كيقولوا عليها أم أبيها، حيت منين ماتت الأم ديالها السيدة خديجة رضي الله عنها ولات هي اللي كتواسي الأب ديالها وكتهتم به بحال الأم ديالو من كثرة الحنان اللي كتعطيه. كاينه واحد الحادثة مشهورة وقعت ليها وهي مازال صغيرة. ملي كان النبي عليه الصلاة والسلام ساجد حدا الكعبة، شي مشركين داروا ليه الأذى وحطوه فوق ظهره، حطوا عليه سلل الجزور. سلل الجزور اللي هما الامعاء ديال الامعاء اللي كيكونوا في الكرش ديال الجمل او الناقه، وكانوا ذو رائحه كريهه، يعني كانت الرائحه ديالهم يعني ما يتحملهاش الواحد. حطوه في الظهر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وبقاو كيسخروا عليه وكيضحكوا عليه. وكانت السيدة فاطمة شافت داك المنظر وجرات لعنده وهي كتبكي، وحيدات داك الشي من فوق ظهره، وبقات كتدافع عليه بكلمات قوية رغم السن ديالها اللي كان صغير بزاف. هاد الموقف ورا شحال كانت السيدة فاطمة الزهراء شجاعة، وشحال كانت متعلقة بالأب ديالها. عاشت معاه عام الحزن، العام اللي ماتت فيه الأم ديالها السيدة خديجة رضي الله عنها وعمها أبو طالب، وكان عام صعيب بزاف على النبي عليه الصلاة والسلام. وفاطمة كانت كتعيش الألم ديال الأب ديالها وكتحاول تخفف عليه. من بعد منين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، لحقت به في الهجرة وعاشت في بيت متواضع، حياة بسيطة بعيدة على الطرف، كانت كلها خدمة وصبر وذكر الله. تزوجت من ابن عم ديالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الزواج ديالهم بسيط ومبارك، ما كانش فيه لا تكلف ولا مظاهر، غير البركة والمحبة. دارت دارها حدا النبي عليه الصلاة والسلام، وبقات ديما قريبة ليه. كانت كتخدم بيديها حتى أطر فيها الطحن وخدمت البيت، ولكن عمرها ما كانت كتشكى، كانت صابرة ومحتسبة. الله رزقها بالحسن والحسين، وكانوا نور عينيها ونور عين جدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كيلاعبهم قدام الناس. من بعد تزادوا زينب وأم كلثوم، وكاين اللي كيقول أنها عندها كذلك ابن اسمه محسن وتوفى وهو صغير. كانت أم حنينة
ولكن كانت مربية قوية زرعت فيهم حب الدين والشجاعة. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة كانت السيدة فاطمة أكثر وحدة متلازمة ليه أو ملازمة ليه. منين مرض المرض ديال الوفاة عيط ليها وسر ليها بكلام خلاها تبكي، أي هدر ليها في ودنيها. من بعد سر ليها بكلام خلاها تضحك. من بعد قالت أنه قال لها باللي الأجل ديالو قرب، وهذا الشيء اللي خلاها تبكي. من بعد بشرها باللي هي أول وحدة من أهل البيت ديالو غادي تلحق به، وهذا الشيء اللي خلاها تضحك. هاد القرب بينها وبين باها كان مميز بزاف. منين توفى عليه الصلاة والسلام كانت الصدمة كبيرة عليها، وبقات غير مدة قصيرة من بعده، تقريبا 6 أشهر. 6 أشهر فقط ولحقت به. الحزن كان باين عليها حيث كانت متعلقة به تعلق كبير. توفت سنة 11 للهجرة وكان العمر ديالها قرابة 29 عاما. تدفنات في المدينة رضي الله عنها وأرضاها. حياتها ما كانتش طويلة، ولكن كانت عامرة بالإيمان وبالصبر وبالتواضع والمحبة. كانت مثال للبنت البارة والزوجة الصالحة والأم المربية والمرأة اللي عاشت الدين وخدمت الرسالة. رضي الله عنها وأرضاها، وجعلنا ممن يقتدى بأخلاقها وبصبرها. إلى وصلتوا لهنايا نتمنى أنكم تفعلوا زر الجرس فضلا منكم وليس أمرا، وأعطوني تعليق بسيط باش نعرفكم أنكم قريتوا القصة أو استمعتوا للقصة، وأي تعليق على راسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله.